وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك الجزء التاني. وبيبدأ مسلسلنا في سنة 1997 مع يون وهي راجعة من المدرسة وبتنادي على مامتها، فبتتفاجئ بحد بيشدها وبيكتم نفسها وبنعرف ان ده يبقى ابوها، ولكنه بيكون شخصية قاسية ومش بيحب بنته وبيفضل يضرب فيها علشان تقوله على مكان امها. وبتشوفهم امها ساعتها لكن بتخاف تتدخل وبتبلغ البوليس. وبيكون ابوها شخص عدواني لدرجة انه اول ما بيشوف الضابط بيحدف الازازة في وشه، وكمان الضابط بيعتقله لانه متهم في جريمة. وبيشوف البطلة وبيفتكر انها نايمة لكنه بياخد باله انها بترتعش وخايفة وبتكون بتهلوس، فبيقرر يوديها المستشفى. وهو خارج بتقابله امها وبنكتشف انها هي كمان بتعامل بنتها بقسوة لدرجة انها مش بتسأل حتى مالها وبتدخل وتسيبها. وبتقول للضابط لو انت قلقان عليها خدها ربيها. وبتكون المسكينة عايشة بين ام واب ما بيحبوهاش. وبعد سنة بيظهر جون وهو بيلعب بيسبول وبيكون فرحان انه هيشوف ابوه لكنه مش بيكون فاضي، وبيبعت له المساعد بتاعه علشان يديله ورق ويختار الجامعة اللي هو عاوزها بالرغم ان لسه سنه صغير. وبياخده علشان يشوف ابوه. في الطريق بتحاول مرات ابوه تبرر له هي ليه ما كانتش بتكلمه، فصاحبنا ما بيهتمش بكلامها لانه اتعود منها على كده. وبيلفت انتباهه بنت جميلة واقفة لوحدها وبيفضل يبص عليها لحد ما بيبعد عنها. وبيوصلوا للمستشفى وبتكون مرات ابوه مش عايزة حد يشوفها وبتخبي وشها وبتهرب من الصحفيين. وبنعرف انهم عيلة كبيرة وغنية وان جوزها محبوس بسبب قضية رفعها عليه مرات ابوه. وصاحبنا مستني في العربية يشوف نفس البنت تاني وبيكون مركز معاها لحد ما بيشوف ابوه خارج، فبيجري عليه وبيركب معاه عربية الاسعاف. ولكن ابوه بيكون كويس لكن عامل التمثيلية دي علشان يخرج بعفو صحي من القضية اللي هو متهم فيها. ولما بيرجع البيت بينقل ابوه لمكان تاني بالرغم من توسلات مرات ابوه لان حالته صعبة وممكن كمان يودع، لكنه مش بيهتم غير بالفلوس وبيمشي الممرضة. هو بيسألها عن مكان الفلوس ولما بترفض تجاوب بيعرفها ان هو حابس ابنها وبيهددها بيه لو ما اتكلمتش وقالت له على مكان الفلوس. وبتجري هي مرعوبة تشوف ابنها، فبتلاقي كلاب مفترسة وبيهاجموها وقبل ما يعضوها بيوصل ابن جوزها وبينقذها لكن بيهددها لو ما قالتش على مكان الفلوس هيخلص عليها. وبتنفعل وبتسأله عمل ايه في ابنها وبياخدها الحراس. وفي الوقت ده بيكتشفوا ان جون هرب وبيظهر وهو متصاب وبيعافر علشان يقدر يمشي، فبيجي برضه حد وبيخطفه وبياخده. وبنرجع للبطلة وهي مع مامتها اللي بترمي رماد ابوها، وبدل ما تزعل عليه بتكون مش مصدقه انه اخيرا مات وهترتاح من العذاب اللي كان معيشهم فيه. فبتنهار مامتها وبتقول انه يستاهل، وحتى هي فرحانه انها ارتاحت منه لدرجه عايزه تعيش 1000 سنه علشان ما تشوفوش لما تموت. وبتروح تحتفل وبتشرب عصير ليمون لحد ما بتجيب اخرها. وبتلوم بنتها لانها لو ما كانتش موجوده كانت هربت من جوزها وما اضطرتش تستحمل العذاب اللي كان معيشهم فيه. وبتتضايق البنت لانها دايما بتقول لها كده. وبنروح للبطل اللي بيكون مش عارف ينام، فبيقرر يخرج يتمشى وهو في الطريق بيشوفها وبيفتكر انه شافها مرتين قبل كده. وبيروح يقعد جنبها وبيحاول يفتح معاها كلام، ولما ما بتردش عليه بيفتكرها من ذوي الاعاقات. وهي دوب بتبدا تتكلم معاه بتشوف مامتها فبتمشي. ولما بيناديلها باسمها اللي قرأه في الكارنيه بتفرح لان اول مره حد يناديها باسمها مش رقم 27. وبترجع وبتتعرف عليه، ولما الدنيا بتشتي بتطلب منه يستنى وبتروح تجيب له الشمسيه كمان من بيتها وبتديها له. وبيتفقوا يتقابلوا تاني يوم علشان يرجعها لها. والتاني يوم بيتكلم المساعد مع ابو البطل وبيعرفوا انهم دوروا على الولد في كل مكان وما لقوهوش، فبيقول له ما يعرفش امه علشان تخاف عليه وتقول لهم على مكان الفلوس. وكمان بيجي له تليفون ان ابوه توفى. وبتروح البطله صاحبتنا في نفس المكان لكن البطل مش بيجي لانه بيحضر لعزا جده. وبتتكلم معاه مرات ابوه بتعرفه ان جوزها كان في السجن علشان يحافظ على الفلوس، وبتقول له يرجع امريكا لانها عايزه تعيش حياه من غيره. وبيبان انهم كلهم عيله ماديه حقيره مش بتهتم غير بالفلوس. وفي الوقت ده بيهدد ابوه وام جون وبيقول لها لو ما قالتش على مكان الفلوس هيفضل خاطفها. فبتعرفه ان ابنها مش معقول لو عايز الفلوس لازم يجيب ابنها الاول. وبتدخل الممرضه وبتتحجج انها تغير لها علشان تخلي الحراس يطلعوا وتتكلم معاها وتقول لها ان ابنها معاها دلوقتي وهي خايفه ومش عارفه تتصرف. فبترد عليها وتقول لها ان لو الفلوس راحت منهم هيخلصوا عليهم هما الثلاثه، والحل الوحيد علشان يامنوا نفسهم من شر ابن جوزها انهم يخطفوا ابنه. يا دي النيله على المسلسل اللي مليان خطف ده. وبتكون البطله ماشيه فبتشوف جون مقفول عليه الاوضه وباين عليه التعب. وفي الوقت ده بتيجي الممرضه وبتقول لها ما تتدخلش وتمشي. وبيتكلم الضابط مع مديره بخصوص ابو البطل وبيقول له انه ما ينفعش يخرج من القضيه بسهوله كده، فبيقول له ان هو شخصيه مهمه وما ينفعش يتحبس وانه لازم يخرج. وبيروح البطل المدرسه الجديده بعد ما قال ابوه يفضل لو مش عايز يرجع امريكا ويشوف البطله. وبيتفاجئ ان كله بيقول عليها رقم 27 ومحدش بيناديها باسمها لانهم شايفينها مجرمه زي ابوها، ومحدش بيحبها علشان ابوها كان محبوس وكلهم بيخافوا منها. وبعد كده صاحبنا بيلعب مع الولاد كره السله، وبعد المباراه بيقوموا نافخينه لان هو فاز عليهم، فبترمي البطل الكرات عليهم وبتتظاهر انها جت بالغلط وبتطلب منهم يساعدوها تلمهم، فبيرفضوا وبيبان قد ايه كل بيخاف منها. وبيكونوا ماشيين لكن صاحبنا مش بيسيب حقه وبيروح يضربهم، وطبعا مش بيقدر عليهم لانهم هم اكتر
اكتر منه، فبيقوموا ضاربينه تاني كلاون برو ماكس. فصاحبتنا بتقوم منهاره وبتفتكر لما كانت بتتضرب من ابوها، وبعد كده بتتكلم معاه وبتقول له ان الاشاعات اللي طالعه عليها انها مجرمه مش حقيقه، وانها ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، وبتديه الشمسيه فبيزعق لها ويقول لها تبعد عنه، وانه خلاص رجع لها الشمسيه بتاعتها كده. وهي راجعه بتسمع الممرضه وهي بتقنع جون ياخد العلاج علشان يقدروا يهربوا، فبتشوف الممرضه وبتزعق لها، وبتيجي امها وبتفتح الشمسيه فبتشوف البنت انها كاتبه له اسمها عليها وبتفرح. وفي نفس الوقت بيحس البطل بالذنب وان هو عاملها بطريقه وحشه، فبيروح يسال على بيتها، ولما بيوصل بيلاقي ست هناك بتضرب والدتها. فام البنت بتقوم مديالهم بنتها وتقول لهم لو ده هيريحهم يقتلوها، وبتقول لبنتها ان هم لازم يخلصوا على حياتهم. فبتفضل البنت تعيط وتترجاهم يسامحوهم، ولما بتشوفه بتطلع تجري وبيدور عليها لحد ما بيلاقيها، وكمان بيعرض عليها انهم يكونوا صحاب. فبتستغرب لان اول مره حد يحاول يقرب منها، لكنها بتفرح وبتوافق على طول. وبنروح للممرضه وهي معاها شنطه الفلوس، وبتفكر في خطه ام جون وهتنقذها ازاي، وبتكون مرعوبه وحاسه انها اتحطت في حوار اكبر منها. وهي خارجه بتلاقي الحراس في وشها وبياخدوها لابو البطل، وبياخد باله من الشنطه فبتقول له انها كانت في رحله، وبيسالها لو تعرف حاجه عن مكان الفلوس، فبتقول له ان علاقتها بالمدام كانت سطحيه، واكيد هي مش مجنونه علشان تعاديه وتبقى هي الضحيه يعني. وتاني يوم في المدرسه بتطلب البطله من بطلنا ان صداقتهم تكون في السر، لان الكل بيكرهها ولو عرفوا انهم اصحاب هيعاملوه وحش، وبتقدر تقنعه بده رغم ان هو كان معترض. لكنه لما بيلاقي الطلاب في الفصل بيتنمروا عليها بيتدخل وبيساعدها، وهي بتكون متضايقه لانهم بكده هيتنمروا عليه. لكن صاحبنا ما بيكونش همه اصلا، وهم راجعين من المدرسه بيلاقوا البيت اللي فيه جون بيولع، وهو بيصرخ وبيكون البيت مقفول، فبيحاولوا يفتحوه وبينجحوا فعلا، وبيطلع الولد ورجله بتكون متعوره جامد، وبيكون خايف لانه ما يعرفش حد، وبيحاول يهرب، وهو بيهرب بتوع السلسله اللي امه عطيها له، وبياخدها البطل ومش بيتعرفوا على بعض لانه عايش من زمان في امريكا، وبياخدوه للمستشفى وبيكلم اهله يعرفهم انه هيتاخر، وبيحكي لهم اللي حصل، وابوه بيكلمه وبيصرخ. فجون بيشبه على الصوت لكنه مش بياخد باله لان ابنه قال له انها بنت، وبيكون الكل مفكر جون بنت بسبب شعره الطويل. وبيجي تليفون للممرضه من صاحبه البيت وبتعرفها اللي حصل، فبتهرب من غير ما الحراس ياخدوا بالهم. ولما بتوصل بتشوف البطل وبتتعرف عليه من الصور اللي اخدتها من ام جون، وبتفكر تستغل الفرصه وتخطفه، لكن مش بيكون عندها الشجاعه الكافيه، وبيفوق الولد وبيكون خايف وبيحسس على رقبته، فبتديله البطل السلسله وبيبان انها مهمه ووراها سر، ولسه بيقول لها انه مش بنت. بتيجي الممرضه تزقها وتاخده، وبتعرفه ان الولد اللي كان معاه هو ابن الراجل اللي بيحاول يخلص عليه. ولما بترجع بطلتنا بيتها بتقول لها امها انهم هيعيشوا مع الضابط وهيبقى هو ابوها من اول دلوقتي، وبتعرفها انهم هينقلوا من المكان اللي الكل بيحتقرهم فيه ده. وبيروح لها البطل بيتها تاني يوم، فبتعرفه صاحبه البيت انهم مشوا بالليل، وهو ماشي متضايق بيشوفها في نفس المكان اللي بيتقابلوا فيه، وبتعرفه انها نقلت لبيت الضابط، وبتاخده لهناك. ولما بتشوفه بنت الضابط بتعجب بيه من اول نظره، وبيعرف المساعد ابو البطل ان ابنه هو اللي كان مع جون في المستشفى، فبيضحك باستهزاء كده لانه كان قريب منه، وبيقول له ما يعرفش ابنه حاجه. وبنرجع لابطالنا وهم مروحين، وبيشوفهم الضابط وبيكون هيضرب البطل، لكن لما بيعرف انهم اصحاب بيعزموا على العشاء، وبيبان قد ايه بنته بتكره البطله، وبتتضايق لانه جايب لهم هدوم شبه بعض كمان، وبتقعد جنب البطل وبتحاول تلفت انتباهه لكنه مش بيعبرها، وبتكون مدلوقه لدرجه ان ابوها بياخد باله، وبيقول لها تحافظ على كرامتها اللي اتبعترت في الارض. ولما بيلاقيه مش مبطل بص للبنت بيطرده، وبيكون ناوي يضربه لكنه بيعلمه يتصرف ازاي لما يتخانق مع حد، والبنات بيقوموا متفرجين عليهم وبيفضلوا يضحكوا. وتاني يوم بتروح بطلتنا علشان تقابل البطل، وبتتفاجئ ان في حد بيكتم نفسه وبيشده، وبتجري ورا العربيه فبتقف العربيه، ولما بيلاقيها الخاطف هتعمل له مشكله بياخدها هي كمان. وبتقول الممرضه لجون انه هيشوف امه، وبتاخده يشوفها من بعيد، والولد بينزل وبيكون عايز يروح لامه، فبتمنعه الممرضه. وفي الوقت ده بيدخل المساعد فبتقول له انها عايزه تكلم رئيسه، وبيفوق البطل فبيلاقي نفسه مربوط، وبيحاول يطلع التليفون يرن على باباه لكنه مش عارف، وبيسمع صوت صاحبته وبيلاقيها جنبه وبتحاول تفك نفسها هي كمان، وبتقول له انها كانت عايزه تنقذه من الاشرار. وبيدخل واحد من العصابه علشان يراقبهم، وبنرجع لابو البطل اللي بيقابل ام جون، وبتقول له ان ابنه معاها ولو ما خرجتش مش هيشوف ابنه تاني، لكنه مش بيهتم وبيخلي الحراس يكتفوها، وتقريبا كده هو مستغني عن ابنه. وبيرجع الحارس وهو سكران وبيتعدى على البطله، وصاحبنا مش قادر يعمل حاجه وهي بتفضل تصرخ. وبيدخل واحد من العصابه وبيتصدم من منظر البنت، وبيضرب صاحبه لان البنت مش في خطتهم اصلا، وكل اللي انطلب منهم يخلوا الولد معاهم لحد ما يجي لهم اوامر من الممرضه. وصاحبنا بيقدر انه يفك نفسه لكن الاوان بيكون فات، وبيعيط اول ما بيشوفها مرميه على الارض ومش مستوعبه اللي حصل، وبيستغل فرصه ان الحراس بيتخانقوا وبيهرب ويسيبها، وفعلا انه امان لاي مان. وبيشوفوا واحد منهم وبيطارده لكن بيقدر يهرب منه، وبيوصل للتليفون وبيكلم ابوه بيعرفه مكانه، وبيقول له انه لازم ينقذ صاحبته، وبيكلم الشرطه ولسه هيقول لهم على العنوان بيشوف العصابه وبيستخبى
الشباب قبل ما يوصلوا له، لكنهم بيشوفوه في الوقت ده بيوصل ابوه وبيتحايل عليه علشان ينقذ صاحبته، فبيضربه وبيخلي الحراس ياخدوه للبيت، وبيخلي الخاطف يكلم الممرضه ويقول لها ان الولد معاهم علشان يمسكوها. والحسن حظها انها بتسمع صوت الولد وهو بيترجى ابوه، فبتعرف انه فخ معمول ليها. وفجاه بتظهر البطله قدامها وبتضربها بالعربيه لكنها مش بيحصل لها حاجه، وبتترجاها علشان تساعدها، فبتقرر تضربها تاني علشان ما تقولش عليها. وبيروح المساعد ويحرق كل حاجه موجوده في المستودع علشان محدش يمسك عليهم حاجه. ولما بيوصل الضابط بيلاقي المشبك اللي كانت حاطاه في شعرها، فبيتريق عليه اصحابه ان هو عاوز ياخده دليل. وبيترجى البطل ابوه ان هو يساعدها لان كل اللي حصل لها بسببه، لكنه بيعامله بقسوه، فبيتحايل على مرات ابوه علشان تساعده، بس كالعاده هي بترفض برضه. وتاني يوم بيصحى بعد ما بيجي الدكتور وبيعالجه، وبينزل يسال على صاحبته وبينهار لدرجه ان هو بيزق ابوه على الازاز. والضابط كمان بيدور في كل مكان لكنه مش بيلاقي غير الجزمه بتاعتها. وبتروح بنت الضابط للبطل علشان تساله عن البطله، وبتدخل البيت بسرعه قبل ما حد يمنعها. ولما بيسمع صوتها بيستخبى لانه مش قادر يواجههم، وبيلوم نفسه انه ما انقذهاش وهرب لوحده. وبتساله عليها لكنه بيفضل ساكت ومخبي وشه لحد ما مرات ابوه بتدخل وبتطلع البنت دي بره. وبيعذب ابوه الخاطف علشان يقول له على مكان الباقيين، ويوصل للبنت لانه عارف انه لو ما وصلهاش هيخسر ابنه اللي هيتدمر نفسيا وهيعيش حاسس بالذنب. وبالليل بيجي اتصال للظابط وبيعرفوه انهم اكتشفوا من الدم اللي على الجزمه ان البنت حد اعتدى عليها، فبينهار وبيحلف ان هو هينتقم من اللي كانوا خاطفينها. وبعد البحث بيوصلوا لبصمات البطل، فبيتهموه هو في القضيه، وبيروح الظابط بيته علشان يعتقله. وفي الوقت ده بينزل وبيطلب منه يعمل كده لان بالنسبه له هتكون دي الطريقه الوحيده علشان يكفر عن الذنب اللي هو عمله. وبيتم اعتقال البطل بتاعنا بالرغم من تهديدات ابوه للظابط. وبيقف الظابط في الطريق وبيتكلم مع البطل وبيحكي له اللي حصل. وفي الوقت ده بيجي له مكالمه ان في واحد شاف البنت، فبيروح القسم وبيقول لهم الشاهد انه شاف بنت شعرها طويل في حد شايلها على ظهره، وبيقول لهم على المكان. ولما بيروحوا يدوروا بيلاقي هدومها مدفونه. وفي الوقت ده بيكلموه من القسم وبيبلغوه انهم وصلوا للخاطفين، وبيروح لهم وبيسالهم عن مكان البنت لكن ما بيكونوش عارفين. وبيفضل يضرب اللي اعتدى عليها بعصبيه، وبيكون قدام عينه البنت المسكينه اللي عاشت تعاني. وبيساله تاني البنت راحت فين، فبيقول له انه رماها في البحر علشان كانت مزعجه زيه. وبتنتشر الاخبار ان البنت حياتها انتهت، وبتنهار امها ومش بتكون مصدقه. وبيكون البطل راجع امريكا فبيشوف الاخبار في التلفزيون، فما بيرضاش يسافر وبيروح المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه على طول. وبيفضل ينادي عليها وبعدين بيرجع البيت وبيجي له مكالمه هناك، وبتكون البطله هي اللي بتكلمه. وقبل ما تتكلم بتيجي الممرضه وبتشد منها التليفون، وبنعرف ان جون خلاها تساعدها. وفي نفس الوقت بياخد ابو البطل التليفون منه وبيقول له ان البنت خلاص حياتها انتهت. وبيبص له على انه اتجنن، فبيقول له ابنه انه ما كانش عاوز يدور عليها وهو بعد كده مش هيثق فيه نهائيا. وبيقرر ساعتها ان هو يمشي ويسيب البيت بالرغم من ان ابوه بيهدده انه لو مش هيرجع تاني هنا. وبيروح للظابط وهو منهار وبيقول له انها عايشه، وبيترجاها علشان يوصل لها، فبيصعب على الظابط وبيفضل يواسيه. وبتظهر المسكينه بطلتنا اللي عمرها ما حست بالطمأنينه، وبتكون متدشمله ووشها متدمر خالص. وكمان الممرضه بتكون هتمشي وتسيبها، فبيقول لها جون انها حتى لو اخدت السلسله منه فمش هتعرف تاخد الفلوس من غيره، وهو مش هيمشي ويسيبها. وبيوريها صورتها انها دلوقتي بالنسبه للناس متوفيه ولازم تيجي معاه، وبيقول لها ان حتى صاحبها اتخلى عنها ومش هيستناها ترجع، فبتفكر لما مشى وسابها وبتفضل تصرخ. وبعد كده بتكون قاعده وسرحانه، فبيقول لها جون ما تمشيش لانه هيكون وحيد وبنعرف ان امه ماتت، فبتقرر تفضل معاه وبيساعدوا بعض. وبنروح لابو البطل وبيقول للمساعد ان الرقم اللي اتصل على ابنه رقم الممرضه، ولو تتبعوا الرقم ده هيعرفوا مكانها. فبيتضايق من سيره ابنه وبيقول لها ما تجيبش سيرته تاني. وبيفرح انه ساب البيت دلوقتي لانه لو كان رباه كان ندم. وفي الوقت ده بيكون ابنه بيدور هو والظابط على اي حاجه توصلهم بالبطله بتاعتنا، ولما بتشوف امها بتضربه لانها مش لاقيه بنتها بسببه. وبيروح صاحبنا صاله البلياردو لان مفيش مكان يروحوا، وبيكلموا الظابط يطمن عليه، وبيعرفوا انه ساب شغل لانهم عاوزينه يقفل القضيه. وتاني يوم بيعرف ان الممرضه هي صاحبه الرقم، وبيتتبعها لحد ما بيشوفها وهي بتقابل واحد وبيديها باسبور مزور للبطله. وبترجع الممرضه البيت وبتدي الباسبور لجون وهي متضايقه لان هو ماشي كلامه عليها. وكمان بتتفاجئ لما بيكلمها ابو البطل وبيديها فرصه تسلمه الولد وتهرب. وفي نفس الوقت بيكون وصل الظابط بعد ما تتبعها، فبيحس بيه جون وبيقول لها ان في حد بره. وبيكلم البطل الظابط فبيحكوا له اللي حصل وبيقول له انه هيرجعها. وفجاه بيسمع صوت ازاز بينكسر، وبتكون دي خدعه من جون علشان يلهيه ويخرجوا من غير ما يشوفهم. وفعلا بيركبوا العربيه وهو بيشوفهم وبيطاردهم، وبيفضل ينادي على البطله ومش بترد عليه. ده مش بس كده، ده جون ده طلع خنزير قوي، بيحط له علبه كنز في العربيه علشان ما يعرفش يدوس فرامل، وده كله علشان يعطله. بس دي مش بتعطله بس، دي بتقلب العربيه وبتتسبب
في وفاته. وبتشوفه البطلة لكنها مش بتعرف انه الضابط وبتفتكره حد من العصابة. وبعد 14 سنة بالتحديد سنة 2012 بيظهر بطلنا بعد ما بقى شاب وسيم وخلص تعليمه وبقى ضابط كمان. وبالرغم من ان عدى 14 سنة بيكون لسه بيدور على صاحبته وبيزور الخاطف في السجن. وبنعرف انه طول السنين اللي فاتت كان بيزوره لدرجة انه زهق منه. وبيقول له البطل ان هو هيخرج بعد كام يوم وان صاحبنا بقى ضابط علشان ينتقم منه بس. وبيهجم عليه وبيضربه وبيقول له ان هو هيخلص عليه بعد ما يخرج. فبيزعق له مديره لان دي مش اول مرة يضرب فيها نفس المسجون. وبيدخل زميله وبيلطف الجو شوية. وبيروح بعد كده لأم البطلة وبيكون وافي ليها من يوميها. وكمان بيصرف عليها وبيعاملها على انها امه. وبتكون اتغيرت بعد اختفاء بنتها وما بقتش قاسية. وبنشوف بنت الضابط بعد ما كبرت وبيبان انها كسولة. وبيكون هما التلاتة عايشين مع بعض عيلة سعيدة بالرغم من انهم مش قرايب اصلا. ولكن يا صديقي شاء القدر ان هو يجمعهم في بيت واحد. وبتظهر بطلتنا كمان بعد ما كبرت وبقت حلوة قوي وغيرت اسمها كمان. وبدل ما كان اسمها يوم بقى اسمها جو. وبقت بتشتغل مصممة ازياء. وفي عميلة بتضايقها وبتزعق لكن صاحبتنا بتطلع شبح وبتضربها قدام الكل. وبتسمع صوتها وكاسفة بتمشي وراها. وبتتفاجئ لما بتشوف اللي ماسكاها. بعد كده بيجي جون من وراها فبتجري عليه. وبنعرف ان الاصابة اللي في رجله خلته ما يعرفش يمشي بشكل طبيعي. وهو كمان غير اسمه وبقى هاري. وبيخرجوا سوا وهم ماشيين بتتعرف عليه مرات ابو البطل اللي هي الحرباية يعني. وبيبان انها مصممة مشهورة. والبطل بيكون بيحقق في قضية واحدة لقوها غرقانة في البسين وكانت شاربة عصير ليمون كتير. وبعد ما بيدور على ارقام حد من قرايبها يكلموه مش بيلاقي غير رقم واحد وبيكون ده رقم جون. وبنكتشف ان اللي ماتت هي الممرضة وانها رجعت كوريا بعد ما غيرت شخصيتها وعاشت حياة مرفهة بنصيبها في الفلوس. وبيكون في عرض ازياء وبتكون مرات ابو البطل موجودة فيه. وبتحاول تتعرف على البطلة لكنها بتتجاهلها وحتى بترمي الكارت بتاعها في وشها. وبتقلق لما مش بتلاقي جون وبعد ما بتدور عليه بتلاقيه في اوضته. وبتبان قد ايه هي بتحبه وبتفضل جنبه والصبح بيكلمها وبيقول لها ان هو سافر كوريا لان الممرضة ماتت. وبتقرر ترجع كوريا هي كمان بالرغم من انه رفض. واول ما بتوصل بتكون خايفة من الناس بسبب اللي حصل معاها قبل ما تسافر. وبيشوف جون الممرضة بعد ما حياتها انتهت وبيتضايق جدا لانه حتى لو مش بيحبها فهو عارف ان لولاها كان خلصت حياته من زمان. ولما بيشوف البطل متضايق بيوصله علشان ما يسوقش وهو كده. وبيديه رقم كمان علشان لو احتاج حاجة منه. وفجأة بيسمع بنت بتخمن المطر هيقف ولا لا. وبتكون دي نفس طريقة صاحبته فبيفضل ينادي عليها علشان ما تمشيش لكنها مش بتسمعه. وبيجري وراها لحد ما بيوصل لها لكنه بيلاقي شكلها مختلف تماما انها تكون صاحبته. فبيمشي ومش بيتكلم وهي بتفتكر ان هو فاكرها حرامية وكان هيقبض عليها. وبيكون جون متضايق انها رجعت من غير ما تديله انذار لكنها بتصالحه بضغطة زرار. وبيراجع البطل الكاميرات فبيشوف مساعد ابوه وبيروح علشان يحقق معاه فبينكر انه يعرف الممرضة او شافها قبل كده. وبيسأله هيعملوا الجنازة ازاي فبيقول له ان ليها ابن اخت. فبيشك المساعد ان ده يبقى جون. وبعد كده بيحقق مع مرات ابوه لانها شغالة في الازياء. وبيكون ده نفس المجال اللي اشتغلت فيه الممرضة بعد ما اخدت الفلوس. فبتقول له ان علاقتها بيها شغل وبتطرده. فبيكلمه صاحبه وبيقول له ان هو راح يفتش في بيت الضحية ولقى ازايز عصير ليمون. وبيطلب منه يجي وبيكون ده نفس البيت اللي عايشة فيه بطلتنا. ولما بيدخل وبيناديه صاحبه باسمه بتعرفه من الاسم. واول ما بتكرر اسمه بيسألها هي مين. وبينفعل صاحبنا لما هي مش بترد عليه. وفي الوقت ده بيدخل جون وبنكتشف انه عارفه ومش عايزهم يتعرفوا على بعض علشان ما تمشيش وتسيبه. وطول ما هما بيتكلموا في القضية بيكون البطل مركز مع البطلة قوي. وبياخد جون باله وبيقصد يقول له انها خطيبته علشان يبعدوا عنها. وهي كمان بتتصرف على انهم مرتبطين. ولما بيحاول يتكلم معاها مش بتديله فرصة. والتاني يوم جون بيخبط واحد بالعربية وبيكون ده نفس الشخص اللي اعتدى على البطلة زمان. واول ما بتشوفه بترتعش وبتكون خايفة وهو بيستغل الفرصة وبيسرق تليفونها. ولما بترجع البيت بتقعد تحت المية وبتدخل في نوبة وبتفضل تصرخ وبيحاول جون انه يهديها. والخنزير اللي اتخبط بالعربية بيكلم البطل بتاعنا وبيطلب يقابله علشان يقول له على مكان صاحبته. واول ما بيقابله بيضربه وبيعرفه ان في حد امره انه يقول ان هو خلص عليها وعلشان يقول مكانها لازم يعتذر منه الاول. ولما بيعتذر منه بيكمل ضرب فيه وبتشوفهم بنت الضابط فبيزقها ويمشي. وفي نفس الوقت بيتكلم المساعد جون وبيقول له ان هو عارف هو مين. وبيروح يقابله فبيعرض عليه خبي حقيقته وما يعرفش حد مقابل ان هو يدفع له. وبنروح للبطله ولسه مش بتلحق تفوق بيجي لها مكالمه من الخاطف وبيهددها ان هي لو ما راحتش اخدته للمستشفى هيبلغ عنهم ان هم ضربوه بالعربيه. وطبعا المستشفى حاجه وكلنا عارفين غرض الخنزير من زمان. فبتخاف البطل على جون وبتقرر تروح له. وبيقابلها البطل في الطريق وبيتكلم معاها وبيسالها لو هي صاحبته لكنها طبعا بتنكر. وفي نفس الوقت ده حد بيخبط على الخنزير وبيكتفه. وبنرجع للبطله اللي بتعزم البطل يخرجوا سوا وما بيصدق وبيفضل يكلمها عن صاحبته وقد ايه هو بيحبها وان صوتهم هما الاتنين زي بعض. ولما بيوصلها البيت بتعرض عليه يكونوا صحاب في السر. ولو انت فاكر يا صديقي ان دي نفس طريقتها
اول ما بدأوا يتعرفوا على بعض زمان، فبيتعصب لانها كده بتلعب بمشاعره. وفي الوقت ده بيكلموا صاحبه بيعرفوا بالجريمة اللي حصلت وان الكل شاكك فيه بسبب المشاكل اللي كانت بينهم. وصاحبتنا بتدخل البيت وبتتكلم مع جون، وبتتفاجئ انه بيعرض عليها الجواز وبيبان ان جون بيحبها، لكنها بتتوه في الكلام وبتكلمه عن البطل وبتقول له انها عايزة تلعب على مشاعره وتنتقم منه لان هو سابها زمان وهرب لوحده. وبتعيط كمان لانها مش عارفة تنسى الموقف ده. وصاحبنا لما بيروح مكان الجريمة بينهار لما بيشوف الشخص اللي حياته انتهت لان هو كان امله الوحيد علشان يلاقي صاحبته. وبيتهموا الكل وبيحاول يفهمهم ان هو كان مستنيه لما يخرج من السجن علشان يدله على صاحبته، فمستحيل ان هو يخلص عليه. وبيكون جون ماشي بالعجلة فبيخبط في ابو البطل. هو طبعا مش بيتعرف عليه لكن جون بيكون عارفه وبيقابل المساعد وبيتكلموا هيديه فلوس ازاي. فبتشوفهم اخت البطل بتاعنا وبنروح لجو صاحبتنا اللي بتروح تقابل البطل، وبتكون ماشيه بنظام شوق ولا تدوق، ترمي له كلمه انها صاحبته وتتصرف عكس كده خالص. وبتيجي بنت الظابط وبتديه اكل وبتقول له ان هو من مطعم امها، فبتبقى جو عايزه تشوف امها فعلا وبتدخل المطعم وبتفضل تبص عليها وهي متاثره. وبتخرج وتكلم جون علشان يتقابلوا وبتتكلم معاه وبتقول له يرجعوا فرنسا، فبيقول لها تاني ان هو عاوز يخطبها. وبتكون متفقه مع البطل انها تقابله وبتسيبه واقف بره ساعه من غير ما تقابله ولا تعتذر حتى. وتاني يوم صاحبنا بيحقق في قضيه الخاطف اللي حياته انتهت وبيراجع كاميرات الاماكن اللي هو راحها قبل ما حياته تنتهي بيوم. فبيشوف لما جون خبط واول ما قرب على البطله فضلت ترتعش، ومن هنا بيشك بنسبه كبيره ان هي صاحبته. وبيروح يقابلها وبياخد الشمسيه بتاعتها لاول مره من 14 سنه وبتحاول تبعده عنها وبتقول له انها هتتخطب قريب. فصاحبنا بيقوم عارض عليها ان هم يرتبطوا وبيوصل جون وبيشوفهم ولكن مش بيعرف يمشي وراهم بسبب رجله. ولما بترجع جو البيت بيقول لها الدكتور ان رجله رجعت تتعبه تاني، وبتتكلم معاه وبتعرفه اللي حصل وان البطل طول الطريق بيتكلم عنها واكيد هو بيعمل كده علشان حاسس بالذنب. وبتعرفه كمان انها حست بمشاعر اتجاهه وبتقرر بعد كام يوم ترجع فرنسا. وتاني يوم في القسم بيقبضوا على فرد تاني من العصابه اللي كانت خطفاهم، والشخص بتاع العصابه ده بيرفض يقول مين اللي طلب منهم يكذبوا ويقولوا ان هم خلصوا على البنت بالرغم من انها بتكون لسه عايشه. فبيحلف له البطل ان هو هيوصل للي طلب منه كده وينتقم منه. ومن جانب اخر بنروح لابو البطل وبيبلغوا واحد من الموظفين ان في مشاكل بينهم وبين شركه جون ودي هتسبب لهم خسائر كبيره، وهم بيكونوا عارفين جون على انه هاري رجل الاعمال اللي بيلعب بالفلوس. فبيرن على المساعد بتاعه علشان يحدد له ميعاد مع جون، واللي المساعد اصلا بيكون جنب جون وبيكون انقلب لصالحه علشان الفلوس. هو بيعرفوا ان مرات اخوه كمان بتدور عليه علشان يستثمر معاها. ولما بيرجع البيت بيقابل البطل اللي بيكون مستنيه هناك وبيساله عن الشخص اللي هو خبطه من كام يوم، فبيقول له ان هو ما يعرفوش وبيساله لو حصل حاجه غريبه. فجون بيفهم ان هو قصده على البطله فبيكذب وبيقول له ان هم عملوا حادثه وهم صغيرين وده سبب انها بيجي لها نوبات. وبيساله هم اتقابلوا امتى، فجون بيقول له ان هم عندهم 4 سنين. وبيكون ده نفس الكلام اللي قالته له البطله لانهم متفقين اي حد يسالهم عن علاقتهم يقولوا له كده. وبيكلم جون ابو البطل وبيعتذر له ان هو مش هيقدر يقابله، فبيتضايق لان هو قاعد كتير مستنيه وبيقول عليه شخص مش محترم. وبنروح للبطل وبيكون لسه بيحقق في الجريمه وبيتفاجئ ان في حد استخدم اسم ام البطله علشان يورطها هي. وبيروح صاحب البطل يعرفها ان هي متهمه في جريمه وهم هيساعدوها. فبتنهار ام البطله وبتقول له انها كانت نفسها تعمل الجريمه دي وتجيب حق بنتها لكنها مستحيل انها تعمل كده اصلا. وبتكون خايفه البطل يتهور ويعمل حاجه علشانها لانه بالنسبه لها بقى ابنها ولو حصل له حاجه مش هتقدر تعيش. وفي نفس الوقت صاحبنا بيكون اكتشف ان البطله راحت للخنزير ده قبل ما هو يموت. وفي الاسم بيكتشفوا كمان ان اخر مكالمه من تليفونه كانت لبيت جون، وبكده تكون الجريمه لبستها رسمي. وبنروح لابو البطل وبيحضر الحفله اللي جون عاملها وبيستغرب ان الشاب الصغير ده هو اللي عامل له المشاكل دي كلها. وطول الحفله بيكون عينه على البطل لانه عاوز يعرف معلومات عن جون. ومن جانب اخر بنروح للبطل اللي بيكلمه صاحبه وبيعرفه ان اخر مكالمه كانت لجوي وهي كده المشتبه فيه الرئيسي في القضيه. فصاحبنا بيقول ان هو هيروح يقبض عليها، وفعلا بيروح الحفله ولما بيشوف ابوه بيكلمه لكنه بيتضايق ويزعق له وبياخد جون باله فبيروح يتكلم مع ابو البطل وهم بيتناقشوا. بيطلب منه ابو البطل ان هو يستثمر في شركه، فبيعامله جون بغرور ويقول له والله الفلوس كتير بس انا هدرس الموضوع الاول. وبنرجع للبطل اللي بيقول لجو انها مشتبه فيها في جريمه والبوليس هيجي ياخدها ولازم تهرب قبل ما يوصلوا لها. وفي الوقت ده بيشوفهم جون وبيلاقيها خايفه فبيزعله وبيفكروا ان هو بيضايقها تاني. وقبل ما يفهموا الموضوع كله بتوصل الشرطه، فالبطل بيروح يقول لزمايله ان هو هيعتقلها هو. وفي التحقيق بيقولوا لها ان الكاميرات صورتها وهي خايفه يوم الحادثه، ومعنى كده انها ما كانتش اول مره تشوف المجرم ده. وبعد كده كمان الكاميرا صورتها وهي رايحه بيته. وبيشك الضابط انها نفس البنت اللي اعتدى عليها المجرم من 14 سنه. وفي الوقت ده بيجيله مكالمه من صاحب البطل وبيقول له ان البصمات مختلفه وانها مش نفس البنت، لكن البطل ساعتها بيكون بيحقق معاها فبتقول له انها
لانها لو كانت نفس البنت كانت خلصت عليه من الاول. فصاحبنا مش بيكون مصدق اصلا اللي هو بيسمعه منها، وبيدخل الضابط وبيقول له يسيبها تمشي لان مفيش ولا دليل واضح ضدها، لكنها ممنوعه من السفر لحد ما يكتشفوا اللي عمل كده. وهي خارجه بتكون امها رايحه تودي اكل للبطل، فبتشوف امها وبتفضل تبص عليها وبتكون حاسه احساس غريب كده. وتاني يوم بتتكلم مع صاحب البطل واللي بيكون بيزورها دايما لان ملوش عيله، وبيبان ان علاقتهم كويسه قوي. وبتيجي سيره البطله فبيقول لها انها غنيه وان بيتها كبير، وبتكون فضوليه علشان تشوف بيتها. ودايما زي ما احنا بنقول الفضول بيكون اول طريق المصايب. وفعلا بتروح عند البيت وبتشوف بنتها وهي خارجه بعربيتها، وبتفضل تبص عليها وتقول ان دي هي بنتي. وبتدخل لها جوه وبتعترف لها انها فعلا بنتها، وبتكون حزينه ومتاثره وبتقول لها انها ما قدرتش ترجع لحياتها القديمه. فبتوافق امها وبتقول لها ما ترجعش لحياتها القديمه لان حياتها كده احسن، وان محدش يعرف ماضي ابوها. وكمان بتمشي وتسيبها، وبتلاقيها انها نسيت الجزمه بتاعتها فبتخرج وراها وبيشوفها جون. ولما بيرجع البطل للبيت بيلاقي ام البطله منهاره وبتشرب عصير ليمون لحد ما بتتعب. وكمان بتتعصب على صاحبنا وبيفضل جنبها ويهديها، ومش بترضى تقول له انها عرفت بنتها لانها مش بتكون عاوزاها تسيب حياتها المرفهه. وهو خارج بتشوف البطل اللي بتكون وصلت ساعتها، وبتمشي وراه وبتلاقيه راح المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه على طول، وبتبص له وهي حزينه كده. وبعد كده بتمشي وهو بياخد باله منها، وبتروح تشرب وبتلمع جزمه امها اللي هي نسيتها عندها. وتاني يوم بتزور هي وجون ابو البطل علشان الشغل، وبترحب بيهم مراته. فبتتضايق البطله لما بتشوفها، وبتكون اصلا بتكرهها لانها سرقت التصاميم بتاعتها وكمان حطتها عندها بدون اذنها. وبيكون جون هيمشي ويلغي الشغل معاهم علشانها لكنها بترفض. وبيتعاشوا سوا. بيتكلم ابو البطل مع جون وبيساله عن اصابه رجله، فبيقول له ان هو السبب، وبعدين بيغير الكلام وبيقول له انها بسبب العجله يوم ما خبط فيه. وبتتكلم جو مع مرات ابو البطل وبتطلب منها تشيل الشغل اللي هي سرقته من عندها، فبتقول لها انهم هيتكلموا في الموضوع بعدين. وهم راجعين بيوصلوا اخت البطل في طريقهم، وبتقول لجون انها معجبه بيه، فبيكسفها وبيقول لها وانا مش معجب بيكي وبتجاهلها. وبيشوف البطل صور للقضيه فبيلاقي بينهم صوره ست كبيره لكن شكلها مش واضح، وبياخد باله ان ايدها مربوطه، وبيفتكر ان ايد عامله النظافه كانت ايدها مربوطه برضه. وكمان ان صاحبه قال له من الادله ان احتمال كبير ان المجرم ست كبيره. فصاحبنا بيمشي وراها لحد البيت وبتشوفه، فبيطلب منها تروح القسم وتقول لهم هي ليه كانت مختفيه وقت الجريمه. فبتقول له انها هتروح معاه بس بعد ما بيتعشوا. فصاحبنا بيأمن لها وبيدخل معاها، وبيتفاجئ لما بيشوف اللزق والحبل اللي اتربط بيهم المجرم. وكمان بيحضر الكلبشات علشان يقبض عليها، والست بتقوم مكهرباه وبيفقد الوعي ساعتها. وهنا بينتهي الجزء الاول من المسلسل. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو فعلا عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات علشان انزل لكم الجزء الثاني على طول. واقدر اقول لكم دلوقتي مع السلامه.